اقسم بالله لو الاهلي نزل مجموعه بحري السنه الجايه هنشجع النادي الاهلي عادي جدا. تمام، ده مبدئيا. لكن انت يا جماعه لما تيجي تتكلم على الحلوه والمره معايا، على الحلوه والمره معايا، انا ما عنديش مانع. بس انا ايه اللي وصلني للمره؟ ما هي المره دي بتيجي ازاي؟ بتيجي انا قابلت فرقه تقيله لعبت عليا ماتش عادي، ورده، في فرقه احسن مني. لكن لما اقابل فرقه غايب منها 10 لعيبه وتتعادل معايا وانا بنافس على الدوري في اخر 6 مباريات، احنا حتى ال6 مباريات مش عارفين نسترجل فيهم. 6 مباريات احنا مش عارفين نسترجلوهم. انت ايه اللي يوصلك ان انت قاعد محتاج بلانتي؟ التحكيم ده كده كده، ما التحكيم فاجر كده كده يا جماعه. ويا جماعه وزي ما قلنا والله العظيم يا جماعه مش بنعلق شماعه. بس يا عم انا حلو، انا زفت، انا وحش، انا ما بلعبش، انا شايل 6-1. انا الاهلي امبارح خسران 6-0. جات له البلانتي دي هطلع اقول نفس الكلام، اديني البلانتي بتاعتي، اديني حق. انت مالك النتيجه كام؟ انت مالك؟ انت بتحكم بالنتيجه؟ وخناقات ومشاكل بعد الماتش، وتشوف خلاص الدوري ضاع. انت حاليا بتتكلم، انت عايز المعجزه بقى اللي هي ايه؟ المعجزه بقى ان الزمالك هيدخل يتغلب له ماتشين وبيراميدز هيدخل يتعادل له ماتشين، فيلا بقى انت هتاخد الدوري. لكن انت بتتكلم ان اللي الاهلي وصل ليه يا جماعه ده فشل يا جماعه، فشل والله العظيم. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. الناس دي فيها يا جماعه، في حاجات يا جماعه غلط، في حاجات ما ايرور يا جماعه، بتدي ايرور. تيجي تتكلم تقول لي كاموش، وتقول لي موديست، وتقول لي برونو سافيو، وتقول لي الناس دي كلها كل